خبر عاجل جدا وردنا الآن يهم كل المغاربة. فاجعة محزنة تهز المغرب من جديد. امرأة متزوجة تنهي حياة زوجها بأبشع طريقة، وحالة استنفار أمني كبير بسبب الواقعة. تفاصيل صادمة جدا في هذا المقطع الإخباري، فابقوا معنا. اهتزت مدينة مراكش مساء يوم أمس الثلاثاء على خبر صادم يتجلى في إقدام امرأة تبلغ من العمر 34 سنة على قتل زوجها بطريقة مروعة. وبحسب مصادر خاصة فإن المتهمة قامت بدس سم من النوع الفتاك في وجبة العشاء التي تناولها الضحية بعد عودته من العمل. وبحسب نفس المصادر فإن السبب الرئيسي وراء هذه الجريمة هو أن الزوجة كشفت خيانة زوجها لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي لم تتقبله إطلاقا. ومباشرة بعد تناول السم أحس الضحية بألم شديد على مستوى البطن، ثم سقط بعدها مباشرة مغميا عليها، قبل أن تتصل الزوجة برجال الشرطة وتخبرهم بالواقعة. وفور توصل المصالح الأمنية بالأمر سارعوا رفقة رجال الوقاية المدنية نحو مسرح الجريمة، وجرى انتشال جثة الضحية ونقلها لمستودع الأموات، كما تم اعتقال المتهمة وتقديمها للتحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.